ذهب مجد ووالده هشام مع مايا ومربيتها ليلى إلى المدينة، وأخذوا معهم لوز وسكر، ورافقهم في تلك الرحلة العم عاطف. وفيما كان أصدقاؤنا يتبضعون من المتجر، هرب الدبان من العربة مستغلين نوم ليلى. أخي، أنا خائفة. عندما اكتشف مجد ومايا غياب لوز وسكر، بدأا بالبحث عنهما مباشرة. أين يمكن أن يكون الدبان قد اختفيا؟ فتش مجد ومايا في كل مكان، لكنهما لم يجدا الدبين في أي من الطرقات. لوز، سكر. لا أفهم أين اختفى لوز وسكر. أعرف أنهما يحبان الغابة، فما الذي أعجبهما في المدينة؟ في تلك اللحظة وصل الحصان الحديدي الكبير إلى محطة القطارات في المدينة، وهذا ما كانوا يطلقونه على القطار البخاري، فقد كان معجزة تقنية في تلك الفترة سببت الدهشة للجميع في حينه. وقد كانت القطارات تسير مسافات طويلة جدا، وفي طرقاتها الطويلة كانت تقف في المحطات لتبدل المسافرين والمتاع. أخي، ما هذا؟ إنه عملاق. هل ترى ذلك يا أخي؟ إنه كائن حي. نعم، إنه يتنفس. أنا خائفة. لا تخافي منه يا أختي، لن يسبب لنا الأذى. أخي، رائحته غريبة. إنه يريد أن يهاجمنا. سيضربك. اهربي. كدت أموت من الخوف. وأنا أيضا. إنهن يطلبن النجدة. هيا بسرعة، هيا. إنهما هنا. هيا. هذان الدبان يهاجمان المدينة، أمسكوا بهما. هيا. من هنا. من الصعب أن نجدهما في هذه المدينة الكبيرة. صحيح. هيا لنمسك بهما يا هيا. رجال، بسرعة، أمسكوا بهما. ماذا يجري سيدتي؟ ماذا؟ ألا تعرف؟ هناك دبان عملاقان. ها؟ إنهما أكبر من فيلين، والاثنان زأرا علي. فعرفت أنهما سيأكلاني. سيأكلها؟ نعم، من الحبة قبة. ترى أين رأيت الدبين؟ هيا،
شكرا لك. أرجو أن يقتلوهما. هيا نصطادهما. هيا لا تدعوهما يفران. نطلع عليهما طريق الهرب. هيا ابحثوا عنهما. هيا. اسمعني يا صخر، يلزمني حيوان للسيرك ويجب أن يكون محبوبا من الجمهور. ما رأيك بقرد أو ربما دب صغير؟ سارة. الحقيقة أنني أحتاج دبا، فأنا أنظم معرضا للحيوانات المفترسة ومنه أكسب قوتي، وما يلزمني هو حيوان متوحش. ما رأيك بالدببة يا صخر؟ سأحقق طلبك وسأحضر دببة متوحشة. حقا يا صخر؟ لكن الدببة التي تصطادها بفخاخك المعدنية المؤذية لا تنفعني، فالفخاخ تصيبها في أقدامها فتعجز عن الدفاع عن نفسها. لا أتكلم عن دببة اصطدتها بفخاخي، بل عن دبين سليمين صغيرين. هذا جيد. عندما يكونان جاهزين أخبرني وسأدفع لك بسخاء. وأنا سأدفع لك مبالغ مغرية أيضا. لكن الإمساك بهما يتطلب أياما. أليس لديك؟ أين هما؟ كنت لتوي أفكر فيما سأفعله حتى أمسك بهما. أنت لا تفكر إلا في ابتزاز المال منا. لن تجد دبين مثلهما إلا بثمن باهظ. أظنكما ستدفعان الحساب عني. إلى اللقاء. صياد الدببة ذاك لئيم وبخيل، ويستغل حاجتنا للحيوانات. بوغي، هل عثرت على آثار لهما؟ هيا بسرعة أرنا أين هما الآن. لنلحق به. ماذا؟ بوغي ينبح على شيء ما. هل وجدهما؟ ربما. لقد شم بوغي رائحة غير عادية بالنسبة له. طبعا، فهذا دكان حلاق. هاي بوغي. ابتعد عني. كف عن النباح. ابتعد عني. دعني أيها الكلب. هيا ابتعد أيها الغبي. هاي، من هو صاحب هذا الكلب الغبي؟ ابتعد وإلا. من الذي تجرأ وسلط هذا الكلب علي؟ أهذا أنت؟ هاي، لا تضحك. عذرا يا صخر، لكن الكلب ظن أنك دب لأن رائحتك هي رائحة الدببة، وهذا جزاء من يصيد الدببة. الحقيقة أنه لدينا مشكلة. نحن نبحث عن لوز وسكر فقد هربا. ابن بنت اختفيا. لنتابع البحث يا بوغي. آسفون على الإزعاج يا سيد صخر. الدبان في المدينة سأجدهما. ماذا سنفعل الآن؟ لا أعرف. كيف سنعود إلى صديقينا؟ لا أعرف، فقد نسيت الطريق الذي سلكناه. لقد أربكني الرجال الذين طاردونا وأطلقوا النار علينا. لا تبكي يا أختي، ليس هذا وقت البكاء. هيا تماسكي يا أختي، هيا سنتابع البحث. حسنا. أهربي.
لقد رأيته لكنني لم أستطع اصطياده. أعتقد أنك رأيت دبا عجوزا أسود من دون أسنان. أما الدب الذي رأيته فكان يبدو وكأنه وحش من قبل التاريخ، وعندما وقف كان أطول مني ب1.5 متر. كان مخيفا وقد هرب الجميع عندما رأوه. أما أنا فتناولت بندقية الصيد وصوبت. ها؟ دبابة، لابد أنهما مروضان، ولهذا فهما في شوارع المدينة. أرنا مهارتك أمام هذين الدبين، هيا. لن أسمح للرجال أن يضحكوا علي بسببكما. لا، لن ينفع هذا. لا تطلق النار. أنا أعمل في السيرك وأريد أن آخذ هذين الدبين. ألا ترى أنهما مروضان؟ لا أصدق. بل صدق، ألا ترى الطوقين حول عنقيهما؟ أيها الدبان، لا تخافا، فلا أحد هنا سيؤذيكما. أرجو ألا يطلق أحد النار عليهما، إنهما صغيران مسكينان. من صاحبكما؟ لسوء الحظ لا يستطيع الدبان الصغيران الإجابة. تعالا إلي، لن أسبب لكما أي ضرر. هيا تعالا. يبدو أنه إنسان مسالم ولطيف. لكن يا أخي، ألا تشعرين أن رائحته ليست سيئة؟ أظن أنك محق. إنه لا يحمل سلاحا مخيفا، سأذهب إليه. أخي، اقترب ولا تخف. هيا، أنا أحب الدببة. صغير لطيف، لن أؤذيك، سنتفاهم معا. هل أنت عطشان؟ سأحضر لك ما تشربه، انتظر. لا، دع كوبي. سأدفع لك ثمنه. اشرب واروي ظمأك. عصير التفاح مغذٍ ومفيد، ستحبه. هيا جربه. دب يحمل الكوب بنفسه. ألم أخبركم أنه دب مروض ومستأنس؟ رائع، هذا أغرب ما رأيته في حياتي. ألا تريدين أن تشربي أيضا؟ هيا اقتربي. لا أصدق ما أرى. لوز، سكر. لا فائدة، ترى أين سنبحث عنهما الآن يا مايا؟ أخشى أن يكونا قد ابتعدا. يا إلهي، أخشى ألا يكونا في المدينة. كانت مجرد فكرة. للأسف أنا أيضا أعتقد هذا. إنه خطأي، فقد سهوت. أرجو أن يسامحوني على هذا. كان نهارهما حافلا. أريد كوبين لضيفين العزيزين. ها هيا اشرب. مذهل. هيا أيها الصغيران،
عليكما أن تأكلا أيضا. هيا اقتربا وكلا. خذ هذا أيضا. إنه يمشي. واحد هناك أمر مهم. أظن أنك تريد أن أنت تتكلم عن تريدهما الدبين. لنفسك، وأريد أن أعلمك أن ذلك الأمر مستحيل. لكن لما؟ لأنك لم تدرب دببة. حتى الآن أنا من يدرب ويروض الدببة. عندي اقتراح قد يوصلنا إلى اتفاق يا مصباح. وما هو؟ لدينا دبان، فإذا أخذ كل منا واحدا فلن يكون هناك داعي للنزاع. موافق. وأنا أنوي تنظيم عرض للقتال بين الدببة المروضة. أيهما تريد؟ أنا سأخذ الأنثى وأنت خذ الدب الآخر. بوكي، هل وجدت أثرهما؟ من غير المعقول أن يكون الدبان في هذا المقهى. لوز! لوز! تعال! لوز! يا إلهي، ما الذي فعلوه بك؟ هل عذبوك؟ اخرج من هنا أيها المشاغب. هذان الدبان ليسا لعبة لكم. هذا لا يعنيك، لقد كنا نستمتع وأتيت أنت لتفسد متعتنا. اخرج حالا. لن أفعل. هذان الدبان لي أنا، ولن أسمح لأي كان أن يسخر منهما. افهم هذا جيدا. كيف تتجرأ وتتطاول على الكبار هكذا يا صغير، وخاصة أنا مروض الدببة؟ قبل أن تتدخل يجب أن تثبت أن الدبين ملك لك. هذا الولد صادق. إذا قال إن هذين الدبين له فهذا يعني أنهما لا. نريد دليلا، وإلا كان يكذب، وعندها لن نعطيه الدبين أبدا. من الصعب أن تثبت لنا ملكيتك لهما. أليست ياقتيهما دليلا كافيا؟ أليس محتملا أنني من ألبسهما الياقات؟ إنهما لا يصدقونه. أنا أؤكد ذلك. من صخر؟ مجد، أنا أعلم أن الدبين لك. هل يجرؤ أحد أن يعارضني إن قلت إن الدبين ملك لهذا الصبي؟ لا طبعا لا. شكرا جزيلا يا صخر. هيا سكر، استيقظي، أنا مايا. صخر، ماذا فعلت يا رجل؟ لقد ضيعت علينا الكثير من المال، والآن علينا البحث من جديد. سيتغير الأمر بسرعة. قبل قدومك اتفقت مع مصباح أن نقتسم الدبين. عليك أن تحضر لنا الدبين وخذ ما تشاء من المال. لكن سيكون عليكما دفع مبلغ محترم. يا للوقاحة. لنعقد الصفقة وسأحضر الدبين إلى المكان الذي تريدانه.
كانت الرحلة إلى المدينة حافلة بالإثارة للجميع، ولم تناسب الدبين الصغيرين على الإطلاق. كان الجميع مرهقين، ولا بد أنهم حلموا عندما ناموا بالمغامرات التي عاشوها في المدينة الكبيرة.